بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن بيان نادي الزمالك لم يؤثر في اتحاد الكرة ولم يصل إلى اتحاد الكرة ولم يعلم به اتحاد الكرة، بدليل اتحاد الكرة جامل الحكمين اللي كانوا موجودين في مباراة المصري وفي المهزلة التحكيمية اللي كلنا عارفينها واللي حصلت واللي اعترض عليها نادي الزمالك، وكرة أحمد سيد زيزو واللاعب اللي دخل جوه ولا في دماغهم أي حاجة خالص، بدليل إن هم كرموا الحكمين. أحمد الغندور حكما لمباراة الترسانة وحرس الحدود. البنا حكم لمباراة السويس وسبورتنج في دورة الترقي. يعني حتى ما استنوش ان الحكمين يقعدوا اسبوع ولا اسبوعين، ولا الكلام اللي اتقال ان هم اتوقفوا، ولا الكلام اللي اتقال انه لازم يتحقق معاهم، ولا في اي حاجه حصلت. بيان نادي الزمالك كانه في الهوا، محدش سمع اي كلام خالص، بدليل ان اتحاد الكوره بيجامل الحكمين. موقف الزمالك ايه؟ الله اعلم، هنشوف الساعات القادمه موقف نادي الزمالك ايه، اللي هو قال لازم يتحقق مع الحكمين ويتبلغوا بنتائج هذا التحقيق. نيجي بقى لماتش القمه، هل الزمالك هيلعب ماتش القمه؟ مش هيلعب ماتش القمه. حتى الان الامور ما زالت غامضه. طيب هل الزمالك موقفه من ماتش القمه فقط؟ يعني هل الزمالك هيلعب ماتش فاركو مش هيلعب اي ماتشات بعده خالص بما فيهم ماتش القمه؟ ولا هل لو تم تاجيل ماتش القمه هيبقى انتصار لنادي الزمالك ويلعب باقي الماتشات؟ ولا هينسحب من مباراه القمه ويخصم منه 6 نقاط؟ رغم ان طبعا حته المباراه المؤجله دي ما بيننا وبين الاهلي يمكن فرق كبير جدا، يعني هو فرق ماتشين مؤجلين، ولكن انت هتخسر 6 نقاط. فالموقف هيكون ايه؟ هل انت هتلعب ماتش الاهلي؟ هل هتنسحب من مباراه الاهلي؟ ولا هيبقى ينطبق على كل الماتشات الجايه؟ ده السؤال اللي لازم نشوف اجابه عليه في الفتره الجايه او الايام القادمه. هل الزمالك موقفه هيبقى موقف واحد هيتمسك بما كل ما جاء في البيان، تشكيل لجنه محايده لاداره المسابقه، تحقيق مع احمد الغندور وتحقيق مع البنا حكم الفار، ولا الماتشات المؤجله دي اتحاد الكوره والرابطه هتعلن الجدول كامل خلال الفتره الجايه وتبلغوا النادي الزمالك؟ في كلام بيتناثر ان في اتصالات ما بين الرابطه وما بين نادي الزمالك لتسويه الامور عشان يتلعب ماتش القمه، اللي لو اتلعب لابد ان هو يكون فيه حكام اجانب، ما يكونش فيه حكام مصريين، لضمان الحياديه وضمان الزمالك ما يتعرضش لظلم تاني. يمكن عايزين بقى يعني نادي الزمالك يا جماعه نادي كبير، نادي عريق. لما نيجي نتكلم ونطلع بيان نبقى قد البيان دوت، ان كل اللي فيه لازم يتنفذ، ان الزمالك لازم مجلس اداره لازم يتمسك بكل ما جاء في البيان، لان لو تراجع يبقى خلاص قول على نادي الزمالك السلام. ان الزمالك مش هيتظلم المره دي، هيتظلم مره واثنين وثلاثه واربعه. بالنسبه لايقاف محمد عواد، طبعا الزمالك في ورطه دلوقتي، ماتش فاركو عندنا 3 لعيبه الانذار الثالث، احمد سيد زيزو وعماد دونجا وابراهيم نضاي، بالاضافه طبعا لاصابات بقى سيف الجزيري، احمد فتوح، شيكابالا، الونش، مجموعه كبيره جدا غايبه عن هذه المباراه. ربنا يوفق جوميز كده ويعدل دماغه ان شاء الله ويعمل التشكيل المناسب اللي يقدر يفوز بهذه المباراه، لان مهم جدا انت تفوز بفاركو عشان لو لعبت ماتش القمه تخش الروح المعنويه تكون مرتفعه. خالص العزاء طبعا لاسره علاء العطار اللي يمكن ربنا توفاه قبل ماتش سيراميكا. كان الراجل رايح يتفرج على المباراه ووفاته المنيه. يمكن طبعا نادي الزمالك نزل العزاء بتاعه على الصفحه الرسميه، ولكن طبعا هو متاخر قوي بعد ما نزل العزاء بتاع المشجعين بتوع النادي الاهلي، ربنا يرحمهم يا رب ربنا يصبر اهاليهم اللي هم طبعا توفوا في حال السير بعد المباراه اللي فاتت. نتمنى يا رب الفتره الجايه دي نقدر ندافع عن نادي الزمالك، نقدر نحافظ على هيبه نادي الزمالك، نقدر نحافظ على كرامه نادي الزمالك. ايقاف عواد والتحقيق معاه يوم السبت القادم. كده ورطه برضك في حراسه المرمى، محمد صبحي بيشتكي من الام في ظهره، وهل هيلعب الماتش الجاي؟ هل هيكون جاهز؟ اعتقد هيبقى صعب جدا جدا ان انت تدفع بيه وهو مصاب، هتضطر ان انت تدفع باحد الناشئين، ولكن كنت اتمنى من الكابتن عبد الواحد السيد ان زي ما حول عبد الواحد محمد عواد للتحقيق انه كان يحول حسام عبد المجيد ايضا للتحقيق، لان اللاعبين هم اصطدموا مع بعضهم. واعتقد ان القريبين من محمد عواد قالوا ان عبد الواحد السيد نفسه حارس مرمى عمل نفس الموقف مع عمرو الصفتي، رغم ان عمرو الصفتي ما كانش ناشئ ساعتها. الاستقرار مهم جدا لنادي الزمالك، لازم نقف جنب نادي الزمالك، لازم ندافع عن نادي الزمالك، عن لعيبه نادي الزمالك في ظل الهجمه الشرسه خصوصا على احمد سيد زيزو، اللي كل تفتح قناه وكل ما تفتح موقع من المواقع اياها
تلاقي هجوم على احمد سيد زيزو اللي هو جوهره نادي الزمالك اللي لازم نحافظ عليها. بالتوفيق دايما لنادي الزمالك. شكرا.